ديسمبر هبطت الطائرة من أمريكي لمطار القاهرة وكنا على الموعد. كنت في انتظار زوجتي، جاتني من أمريكي زي ما وعدتني وعطتني كلمة، وأنا برضو وفيت بالكلمة والوعد وانتظرتها في المطار. ويشاء السميع العليم إن نسرد ليكم القصة والحكاية في نفس الشهر. صدفة، لا رتبت ولا خططت. اللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك في القناة، وما تنسوش اللايك والشير عشان الفايدة تعود للغير. ويلا بيني نكمل باقي الحكاية. بالليل اتصل علي الكفيل وقال لي يا عصام. قلت له يا. قال لي أنا قدام اللابتوب قاعد. جواب نهائي عشان بس يا ما تتراجعش في كلامك تاني وما تخسرش حاجة. قلت له أيوة جواب نهائي، أنا هحكي لسه تاني في الموضوع دي. أنا قلت لك نازل مصر وخلاص اديني نهائي. قال لي يا ولد ما تقطعش أكل عيشك. وبعدين قطع العيش عفش. قلت له يا عمي مش قطع عيش، ربنا يمكن كاتب لي لقمة عيش في مكان تاني. قال طب ولو ما حصلش؟ قلت له يبقى نصيبي، أعمل إيه؟ ربنا كتب واختار الموضوع دي. قال لي والله أنا خايف عليك، ممكن الأمريكية دي ما تجيكش. قلت له يا عمي توكل على الله واديني نهائي. قال أنت مستعجل قوي على قطع عيشك. قلت له مش حكاية قطع عيشي، بس أنا خلاص الموضوع ده أعطيت كلمة ما فيهوش رجوع وأعطيت وعد. قال طب أنا هديك حل كويس. قلت له زي بعضه، إيه الحل الكويس؟ قال لي أنا هخرج لك أجازي بحيث لا قدر الله لو حصل معك أي ظروف ترجع تاني إيه السعودية. هو راجل مدرس وراجل محترم، وقليل جدا لما تحصل يعني حد زي دي. أنا ما شفتش منه إلا كل الخير، جاء من طرف أخوي صراحة وكان بيننا عشري. قلت له زي بعضه، أهم حاجة أنزل مصر بس الأيام دي. قال لي خلاص ماشي، وحطاني إيه الأجازي، وقلت أتوكل على الله عشان ربنا يسهل وأكون في الميعاد وما أتأخرش على الجماعي. كان نفس التوقيت ده بالضبط في شهر 12 يوم 15 يوم 16 نفس دي. والله جت صدفة، أنا قلت لكم يعني لا خططت ولا دبرت للموضوع دي. أول ما أخذت الأجازي رحت متصل بواحد صديقي كان معي أيام الطفولة، سمسار في القاهرة. قلت عشان إياه يحجز لي شقة عشان ننزلوا عليها إن شاء الله. اتصلت عليه قلت له أبو الصحاب. قال لي نعم. قلت له إن شاء الله أنا نازل يا بكرة يا بعده من السعودية، هنزل عليك في القاهرة، عايزك تشوف لي شقة في التحرير. قال واه في التحرير؟ قلت له اسمع يا أبو المرحوم ما تغلطش راسك، أيوه في التحرير مالك، وتكون الطول كمان على النيل. قال غالي يا عم الحاج. قلت له مالكش دعوة، شوف لي شقة حلوة وأنا إن شاء الله يا بكرة يا بعده هكون عندك، هنزل عليك. كان هو ساكن في فيصل، وتأجر لنا الشقة دي. قال لي ما فيش مشاكل عادي. المهم رحت زي كدي، توكلت على الله، ودعت الناس ودعت الحبايب اللي كانوا معي في السعودية كلهم. يعني حتى الشجرة والله اللي كانت فوق البيت مضللة وكنت دايما اتصل تحتيه، اتصلت على اخوي قريب قال لي قطعوها. المهم يعني ودعت كل الناس. حتى في واحد صاحبي ممدوح اللي حكيت لكم عنه في اول حلقة قال لي خايف لو وجوه ما تتقبلش تاني يا ابو دبيكة. قلت له وهي جازين ليه هنموتة. قال لي ان شاء الله ربنا يوفقك ويكتب لك الخير. توكلت على الله وركبت الطيارة واتجهت فيها على القاهرة. برضه زي ما ايه حكيت مع صديقي، نزلت عليه في فيصل وكان موجود ساعتها في الشقة بتاعته. قلت له هي الدنيا. قال لي دنيا مين ده انت متصل علي امبارح، اصبر على رزقك. قلت له خلاص انا جاي تعبان من السفر لازم ينهردي. قال لي طب احكي لي الدنيا. قلت له يا سيدي انا راح اتجوز، زوجتي امريكي وجياني من امريكا وعايزين حاجة تشرف. قال لي كده تمام فهمني الصورة. قلت له اديني فهمتك. المهم راح برضه توكل على الله، طبعا هو اللي ما عارفه راجل سمسار وده شغله يعني. راح توكل على الله وراح شاف شقة في التحرير نفس المواصفات اللي قلت له عليه. وبعد رحت مع هاني نشوف الوضع ونعاينوا الشقة والموضوع كله عشان تبقى كل حاجة في السليم. المهم رحنا، كان صاحب العمارة اسمه الحج أشرف، راجل سمين كده وبسم الله ما شاء الله وحمراني وراجل محترم. قال لي أهلا بك يا أستاذ. قلت له أهلا وسهلا. طلعنا اتفرجنا على الشقة، مفروشة فرش كويس، شقة حلوة كبيرة واسعة برحي، وتوكلنا على الله. قال لي بس في مشكلة صغيرة. قلت له ايه خير ان شاء الله؟ قال لي السخان ان شاء الله قبل وصول الجماعة اصلحه لك. قلت له اوعى تفضحنا مع الامريكان وتودرني. ده ناس جاية من برا. قال لي لا ما تقلقش، احسن ناس ما تنزل عندي الشقة دي. قال لي الدنيا يعني. قلت له تمرتي ما تقلقش يعني ما تخافش، ما فيش اي حاجة، احنا ناس دغري، احنا صعايدة. قالوا انا عارف الصعايدة رجالة ومش بتوع الكلام الفاضي. قلت له طيب الحمد لله. بعد كده رجعت قلت لصديقي يلا بينا نرجعوا على فيصل. قال نرجعوا فين؟
حد يسيب النيل والهواء العليل وتروح تقعد في منطقه شعبيه. قلت له يا سيدي انت مالك؟ والله ما اقعد فيها غير لما هي تجي، ما اقدرش اقعد وحدي فيها يعني. قال لي ماشي يا عم يلا توكلنا على الله. رحت في فيصل وقعدت. شوفوا تشاء الصدفه ويشاء السميع العليم هيحصل موقف. يعني الموقف ده ما كنتش متوقعه. فاكرين لما قلت لكم في الحلقه انه في اخ كان يقول لي دايما وياخذ ايه الرحم الباء، طبعا هو ابن عمي وعزيز علي. جاء من السعوديه، كان نازل ساعتها البلد، هو نزل من السعوديه مش عشاني طبعا، هو كده كده كان مروح وجاني فيا على القاهره، لان السمسار ده برضه ابن عمه. لما حس وكده قال والله لا اروح لعصام. جاني قال صراحه انا عايز اكون معاك يا عوص. قلت له ما انت كنت تقول ياخذ الرحم البلاط. قال لي ما عايز اشوف الموضوع كله هل ده صح ولا هي ولا حلم. قلت له ان شاء الله ما فيش اي حلم ولا حاجه، الحلم هيبقى حقيقي. قلت له زي بعضه. واتصل برضه علي واحد يعني من قرايبي برضه ابن عمي، يعني راجل ذو منصب يعني وكده. قال لي عايز اجي معك في المطار عشان نستقبلوها واخلص لك الاجراءات. قلت له يا عمي مش مستاهل، الموضوع بسيط. قال لي عيب عليك، لازم نستقبلوها معاك، ده كلام. قلت له زي بعض. ورحت انا وابن عمي اللي كان معي في السعوديه وابن عمي الثاني اللي كان في القاهره، الراجل اللي هو ايه يعني منصبه كويس في الدوله وكده. قال لي هاجي معاك عشان نستقبلوها، ولو حصل مثلا اجراءات في الاوراق حاجه اعرف اخلص لك الدنيا. قلت له ان شاء الله ما فيش حاجه. ورحنا المطار ونسيت ما قلت لكمش. طبعا خدت بعضي ورحت جبت بوكيه ورد جميل وجبت بلوني ودبدوب. طبعا ابن عمي اللي كان معي في السكن ده ابو الاحباط قاعد يبص علي، ايه ده يا عص؟ قلت له مالك يا؟ وابن عمي الثاني مع انه عايش في القاهره ومتعود على الحاجات دي بص لي بصه غريبه. قال لي ايه ده يا عص؟ قلت له ايه يا راجل؟ امال يعني نستقبلوها كيف؟ قال ما شاء الله ده احنا اتطورنا. قلت له خش يا ابوي الطياره وصلت توكل على الله، خش هاتها من جوا. قال طب هجيبها ازاي انا ما اعرفهاش اصلا. رحت طلعت له التليفون واعطيته له، قلت له هذا التليفون ودي صورتها فيه، خلي التليفون معاك وتوكل على الله عشان تخلص الاجراءات، وانا لما اشوفك انت وطالع هجي لك على طول. صراحه انا ما يعني كنت واقف ساعتها ومتلخبط، ما مصدقش ما بين الحلم ما بين الحقيقي. اقول يا رب ايه اللي انا فيه ده؟ سعوديه وجيت مصر وشقه وامريكا وطياره واولاد عمي، يعني والله كانت مرستاني في راسي ساعتها. ابن عمي واقف جنبي بتاع الاحباط دي قاعد. قال معقولة يا عوز؟ قلت له مالك يا حبيبي؟ هالطيارة نزلت إن شاء الله ودلوقتي تتفرج وتشوف كل حاجة قدام عينك. قال يا مسهل الله أنا أتمنى لك الخير. قلت له خلاص مع لي الإحباط وما إحباطش. قال يا أخي أنت لسه فاكرها الكلمة دي؟ انسى عاد. قلت له خلاص هنسى. المهم قاعد قدام الباب زي كذي منتظرينها، طلع ابن عمي من جوا قال لي يا عصام. قلت له ليه؟ قال لي ما فيش حد جي. قلت له يا ابوي تاكد زين، وبعدين انا ما اقدرش ابعث لها دلوقتي رسائل لان هي كانت في الطياره. خش تاني شويتين صراحه يعني شويتين جاي من بعيد، هم الاثنين كانوا جايين. واول ما شفتي وهي وعيت لي صراحه كنت واقف على البوابه من برا وابن عمي جر الشنطه وجايين عصام. اول ما شفت كلمه عصام صراحه يعني ما اقولكمش يعني اتلخبطت كده واتبرجلت شويه المهم جات كده واستقبلناها وسلمت علي وكده يعني، وخدنا وخدنا بعضينا وركبنا العربيه بتاعت ابن عمي. قلت لها طبعا انت يعني الصراحه يعني الفتره كلها في العربيه كنا ساكتين شوي، وبعدين نزلنا على البيت تعشيني وكلنا لقمه. طبعا هي ما كانتش صراحه مسكينه، كانت جايه تعباني وحاجه على الخفيف كده يعني. وبعدين توكلنا على الله، كان المأذون موجود وكتبنا وتممني، وعمي كان موجود واولاد عمي، وكانت يعني بوليكه كبيره. بس ما طولناش الصراحه لان هي كانت جايه مرهقه وتعبانه، حوالي 24 ساعه سفر، رحله طويله يعني. توكلنا على الله ومشينا من عند بيت عمي واولاد عمي، وصلونا لحد الشقه في التحرير. واول ما دخلنا الشقه كده يعني كان الاول الواحد برضو يعني هيبقى انك صراحه يعني الواقع الافتراضي غير الواقع الحقيقي. الموضوع يعني انت ممكن تحسه سهل بس هو مش سهل ابدا يعني. حصل موقف، الموقف ده يعني ايه اكيد انتوا خدتوا بالكم في بدايه الحلقه لما بداتها، يعني حصل موقف خلى الموضوع شويه ابتدى يفك. يعني لما جيت اشغل الماء السخنه لقيت السخان مش شغال، وكان موقف صراحه يا جماعه اوه ماي جاد موقف ما اقولكمش. المهم الواحد يعرف يتصرف ساعتها. طبعا هي بنت بلد يعني زينا برضه، يعني عربيه اصل عربي، نفس عاداتنا نفس تقاليدنا، في اختلاف بعض الحاجات بس برضه كلنا هنرجع في الاخر مشتركين. اتأمركت شويه في عيشتها هناك فتره كبيره، فبس برضه يعني الموضوع ما فيش تغيير قوي يعني. المهم قلت لها اقول لك ايه؟ قالت لي قول. قلت لها هجيب الحله بتاعت
اللي في المطبخ دي، وهنرجع للعصر الحجري. وجبت الحله فعلا، عبيتها ميه وحطيتها على البوتاجاز وكده يعني. وكانت طبعا هي جينا تاني يوم على طول في الصبح او حوالي الساعه 10 كده، قالت عصام انا بص اول مره انزل دوله عربيه من يمكن من 20 سنه ولا 15 سنه، فتره كبيره، فعايز اشوف مصر كلها. وبيني وبينكم هي تعشق حاجه اسمها مصر وتحب مصر جدا. يعني يمكن اللي خلاها اعجبت بالعبد لله حبها لمصر اولا يعني. فده كان هو السبب الرئيسي. وانا صراحه قلت لها والله انا هوريكي مصر كلها وهتتفرجي على مصر كلها، وان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله هتشوفوا مصر بعيون الامريكيه العراقيه العربيه اللي جاتني. وحصل شويه حاجات كده يعني، موقف كان موقف صعب، موقف اللي حصل ان شاء الله هتعرفوه في الحلقه الجاي. وتحياتي لكم، واللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه.